بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. النهاردة معانا شفشق خلاط تقليد المولينكس الفرنساوي، الخلاط المصري. الخلاط بيسرب مية أو بيخر. طبعا بعض الفنيين يقول لك نغير السكينة سكينة التقطيع اللي من الداخل ديت، وانتهى الموضوع على كده. طب تعالوا نشوف الصح ايه وازاي نظبطه، لانه لو غير السكينة ديت بيرجع الخلاط يخر تاني او العيب ما بيتصلحش. هنحل الصامولة اللي تحت، القطعة اللي بتعشق في الجلدة بتاعة الخلاط بتاعة الموتور ديت، طبعا بتحل يمين بالشكل ده كده. هنشيل الورد دي يا حضرات، ثلاث ورد اهم، والصامولة جوه هنا اهيت. بعد كده السكينة سقطت معايا اهي وطلعت. طيب عايزين نبص، هنشيل دي كمان عشان نعرف نشتغل. دي بتحل شمال بشكل طبيعي. عايزين نبص على الجلبة دي يا حضرات. هنا جلبة نحاس. الجلبة النحاس ديت الاكس بتاع السكينة بيلف جواها بسرعة رهيبة جدا. ايه اللي بيحصل نتيجة الدوران السريع ده؟ سخونة. السخونة بتعمل ايه؟ تآكل في الاكس وتآكل في الجلبة. حديد بيلف داخل بعضه فبياكل في بعض. لو غيرنا السكينة دي لوحدها المشكلة مش هتتحل، لأن الجلبة دي وسعت من كتر الاستعمال. طب تعالوا أكد الكلام ده كده. أنا هدخل الجلبة أهيت، هدخل السكينة وركز معايا كده. أنا مش عارف باينة في الكاميرا ولا لأ، بس في بوش أهو يا حضرات، في بوش شمال ويمين أهو. الاكس ده بحركه شمال ويمين كده بيتحرك معايا، معنى كده ان الجلبة واسعة وهتدخل المية، هتعدي من بين الجلبة وبين الاكس بتاع السكين. طيب الحل ايه؟ الحل ان احنا هنغير الاتنين مع بعض، هنغير الجلبة وهنغير السكين. لو بصينا على السكينة، انا هحاول اكبر معاكم اهوت. هنلاقي الاكس بتاع السكينة شكله حلو، لكن مش معنى كده ان هو مش متآكل. هو متآكل بدليل البوش اللي في الشمال ويمين في داخل الجلب. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنحل الجلبة. طيب الجلبة دي هنحلها ازاي؟ هنعشق ماسورة تحتها عشان الشفشق ما يتكسرش من الداخل، بحيث ان القطعة دي كلها تخش داخل الماسورة بالشكل ده كده. بالشكل ده كده يا حضرات. وبعدين هندق على الجلبة من هنا، بس هندق بالراحة بحاجة مسمار يكون عريض او اي حاجة تحمل على الجلبة نفسها. اي حاجة تحمل على الجلبة نفسها عشان تنزلها لتحت تقوم تسقط داخل الماسورة. طيب هنجيب شاكوش كده وحاجة ندق بيها. ده مسمار صلب تخين مش هيسقط جوه الجلبة، انا عايزه يعلق عليها عشان ايه لما ندق عليه ينزلها بالشكل ده كده. شاكوش صغير، طبعا هندق بالراحة. انا للامانة قبل التصوير حاطط عليها مزيل صدأ علشان تطلع بسهولة الشفشق ما يتكسرش مننا.
وحلت معانا وطلعت اهي يا حضرات. ادي الجلبة طلعت معانا اهي يا حضرات بالشكل ده. خفيفة خالص وفيها بوشة اهيت. انا مش عارف هيبان في التصوير ولا لا، بس انا حاسس بيها تحت ايدي انه الاكس بتاع السكينة بيروح وبيجي فيها شمال ويمين. المهم دول كده هيتغيروا مع بعض. كمان في حاجة مهمة، في جوان هنا جلد اهوت او مطاط، ده لو محمص او جامد لازم يتغير. هو هنا طري اهوت فمش هنحتاج نغيره، لكن عند حضرتك هتشوفه لو لقيته جامد او محمص او متقطع لازم يتغير، انما لو لقيته طري بالشكل ده كده يبقى شغال. فطبعا ده هننقله على الشفرة الجديدة اللي هنجيبها ان شاء الله. لما هجيب القطعة ديت هكمل الفيديو مع حضراتكم. طبعا ده شكل الخلاط بعد ما شلنا الجلبة منه بقى بالشكل ده كده. هي بتنزل شحط هنا كده. هجيب الحاجة واكمل مع حضراتكم ان شاء الله. طبعا فانا رحت عشان اشتري السكينة والجلبة دولت، لقيت المحل بيبيع المجموعة على بعضها بالشكل ده يا حضرات. هنفك المجموعة ديت ونركبها مكان القديمة اللي هي دي. طبعا الصامولة ديت اكلت تماما من الداخل. جبنا واحدة بدلها التربيع بتاعها مظبوط اهوت، وجبنا الكاوتشة دي لانها كمان الاتنين لما رشقوا علقوا مع بعض ضعروا في بعض اتاكلهم الاتنين. هنخليهم على جنب دلوقتي. اللي يهمنا دلوقتي ازاي نركب الشفرة بالجلبة بالمجموعة دي. هنعمل ايه؟ هنشيل القدام على جنب كده. هنفك الصامولة دي الاول يا حضرات. بتفك يمين بالشكل ده كده، وهنطلع الورد. هنطلع القطع البلاستيك ديت بالجلبة بتاعتها الجديدة دي الجديدة يا حضرات. هنفك ديت بتفك شمال اهيت. بقى معايا الجلبة بالجراب بتاعها بالشكل ده يا حضرات. الجلبة بالجراب بتاعها بالشكل ده. طبعا دي الجديد. هنعمل ايه؟ هي بيجي فيها جوان اهوت، هنخلي بالنا منه لان ده مهم جدا. وهنيجي بقى على الخلاط. طبعا انا شلت الجلبة وكان في دماغي ان هي بتيجي لوحدها. طيب الجلبة هي جت بالجراب بتاعها بتتباع على بعضها، يبقى هنحل الجراب القديم ده. هو بيربط سن، حضرتك هتحط عليه مزيل صدأ او بنزين، بس انا افضل مزيل الصدأ، وتسيبها قيمة ساعة ما حلتش معاك، وحط لها تاني وسيبها لتاني يوم. بتربط سن اهيت. انا هحلها اهي بتحل عادي اهي يا حضرات. طلعت معايا بالشكل ده كده. تمام. هنشيلها. هننضف بقى الشفشق بزنفرة ناعمة او نغسله كويس بسلكة مواعين من الداخل ومن الخارج. هنضفه على السريع كده وارجع لحضراتكم. ده شكل الشفشق بعد ما نضفناه. هنبدأ نركب الجلبة بالجراب بتاعها بالكاوتشة بتاعتها. هي جاية بالجوان بتاعها هي حضرات. هنركبها سن من الداخل كده زي ما حلينا القديم. هي ركبت معايا على طول اهيت. ونشد عليها عشان تمسك على الجوان كويس. متهيألي بقى تمام كده. هي حضرات
هنركب القطعة ديت عشان بتشد على الجراب بتاع الجلبة والكاوتش. بتربط يمين عادي، تشد عليها جامد بالشكل ده كده. هنعمل ايه بعد كده؟ هنركب السكينة الجديدة. السكينة الجديدة اللي جاية معاها اهيت، طبعا دي بتلف يمين عشان الشرشرة بتاعتها على الناحية اليمين اهيت، طبعا جديدة، يعني العمود بتاعها او الاكس بتاعها ما فيهوش اي حاجة خالص، بخلاف التانية هنلاقي فيها خرابيش بسيطة كده. مش عارف واضح في الكاميرا ولا لا، حتى فيها حتت سوداء اهيت اهيت. اما الجديدة طبعا مفيش فيها الكلام ده. هنسقطها يا حضرات. نلاحظ بقى الكاوتشة اللي تحت دي لو كانت محمصة هنشيلها، طبعا دي جاية جديدة واحنا بنغير السكين، فطبعا دي جاية جديدة كويسة وطرية اهيت. هنركب السكينة بالشكل ده يا حضرات. طبعا مفيش بوش ولا حاجة الحمد لله. بعد كده هنعمل ايه؟ هنحط الورد، جاي معاها وردتين. بعدين هنحط الكاوتشة الجديدة او البلاستيكة الجديدة، هي بلاستيك صلب، هنحطها كده. وبعدين نسقط الصامولة عليه. بعد ما سقطنا الصامولة هننزل كده بالراحة. الصامولة ديت بتربط شمال، هنسيسها كده اما يشبط السن في بعضه. هنصبر عليها لغاية السن ما يشبط. متهيألي كده شبط اهوت وابتدت تربط. همسك السكينة من الداخل بقى واحرق على دي كده. تمام كده. طيب نحط فيه مية بقى ونشوف هينزل مية ولا لا. انا حطيت فيه مية اهوت، بنلفها عادي اهوت. ايدي ناشفة خالص، مفيش فيها ولا نقطة مية، مفيش اي تنقيط، مفيش اي تسريب، مفيش اي حاجة اهو. مفروض لو في اي حاجة هتبان في ايدي، لان انا بلفها بايدي من تحت وماشي صابعي حوالين الكاوتشة وحوالين الجلبة وحوالين كل حاجة تحت اهوت. مفيش اي حاجة خالص الحمد لله. بالشكل ده كده رجع الشفشة جديد وزي الفل. بالشكل ده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وشير. لو عندك سؤال اكتبه في التعليقات وانا هرد عليه ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.